قولوا أما بعد، أنا ما جئت هنا لكي عن أحوالكم أسأل، ولا جئت لأثبت أنني الأفضل، فهذا سؤال في الأركان لا يسأل، بل جئت فقط للدفاع عن فكرة في عالم فيه حرية الأفكار تقتل. جئت حاملا كل أشيائي لإعلان التمرد على كل مجتمع من بشريته قد تجرد. جئت لإعلان انتمائي لكل طفل مشرد، لكل طفل من أرضه أطرد، لكل طفل اغتالوا طفولته ومن البراءة جرد. وانتمائي لأناس باسم اللون جعلوهم عبيد، وانتمائي لكل شعب باسم عرق وطائفة أبيد. جئت مرة أخرى أذكركم أنكم مني وأنني منكم. جئت إخواني أسألكم، تخيلوا لو جاءنا الآن جدنا الأول يسألنا عن هذا التغول، عن هذا التحول، عن هذا التقاتل، عن هذا الخراب، عن كيف وصلنا لآخر السرداب. ماذا سنجيبه يا معشر البشر إن جاء وقال أبنائي ما الخبر؟ ما به الشر فيكم منتشر، ما به الخير فيكم قد قبر، ما به الحب في الذوات يستغيث، ما به الكره بالأرواح يعيث. ماذا لو ظنه فينا يخيب؟ أفينا من مجيب؟ فكر جيدا يا ابن أبي وافتح فيك ألف بوابة، فكر جيدا يا ابن آدم قبل الإجابة. شكرا كثير. شكرا للشاعر أنيس.